السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا متابعين في الدنيا. اللي اول مرة يشوفنا يا جماعة يتابعني على قناتي حير الطبخ، وما ينساش بقى اللايك والشير عشان غيرنا يستفيد، وكمان عشان ندعم القناة والقناة تستمر. تعالوا بقى نشوف البسبوسة الجميلة اللي احنا عاملينها مع بعض، اللي احنا شايفينها مع بعض دي اتعملت ازاي. الطريقة هتخليكم اول ما تشوفوها هتقوموا تجربوها على طول وهتعتمديها، ومش هنشتريها تاني من بره، لان انت هتبقي بعد الفيديو ده استاذة في اعمال البسبوسة. بصوا شكل البسبوسة يا جماعة وهي بتطلع من الصينية، حاجة كده بصراحة من الاخر، سوى وطعم وشكل وحاجة بجد جميلة جدا. بصوا كده حاجة ترميلة كده فظيعة بصراحة، احلى من اللي بتيجي من بره الف مرة. بصوا ترميلة البسبوسة يا جماعة. تعالوا بقى نشوف الفيديو الجميل ده اتعمل ازاي، بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي مع بعض. انا عندي ده نص كيلو من دقيق السمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، دقيق ناعم عادي. هحط عليه رشة من الملح وكيس من الفانيليا لان بحب نكهة الفانيليا في البسبوسة. هقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعضها وهركنها على جنب. تعالوا نشوف بقية المكونات بتاعتنا. هجيب حلة كده وهحط فيها كوباية الا ربع من اللبن، وبديل اللبن المية، يعني مفيش لبن هحط مية وهتديني نفس النتيجة. عندي دي 3/4 كوباية من السكر، كوباية الا ربع برضو، والسكر ده على حسب الرغبة، هي دي مظبوطة جدا، اللي عايز يقلل شوية يقلل مفيش مشكلة. دي نص كوباية من السمنة ومعلقة كمان. وعندي عسل الجلوكوز، اللي مش موجود عنده هيحط عسل ابيض، مفيش عسل ابيض هيعمل زي ما انا عملت ده بالظبط. نص كوباية من المية على نص كوباية من السكر، واحطهم على البوتاجاز لما يديني القوام بتاعي ده. تمام كده. هاخد بقى منه معلقة كبيرة احطها على الخليط بتاعي. اهي. وبعدين هقلب الخليط ده واحطه بس على البوتاجاز على ما العسل يفك معايا والسكر وحبيبات السكر كمان تفك. انا مش عايزاه يسخن خالص، ولو سخن مني اسيبه لما يدفى قبل ما احطه على الدقيق بتاعي. هو كده تمام قوي. هحطه بقى على دقيق البسبوسه اللي معايا وهقلبه كده لغايه ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. انا مش عايزه تقليب كتير في البسبوسه. دي عندي صينيه مقاس 30 هتديني السمك اللي انتوا شفتوه. اللي عايز يخليها سمكها تخين شويه هيعملها مقاس اصغر من دي. انا دهنتها بالسمنه، ولو في طحينه الاتنين زي بعض، اهم حاجه هيخلي لي البسبوسه ما تلزقش مني. هفرد بقى البسبوسه بتاعتي، ده القوام بتاعها المظبوط جدا. هفردها في الصينيه زي ما انتم شايفين. بعدين هبتدي اسوي الوش بتاعي. انا هنا لبست جوانتي زي ما انتم شايفين عشان اظبط وشها كده. لو مش هلبس الجوانتي هبل ايدي بالميه وابتدي اسوي الوش بتاعي عادي. بعد ما ظبطت مني كده هبتدي بقى اخبط الصينيه عشان يبقى كلها، بصوا، كلها سمك واحد والتسويه تبقى النتيجه واحده. انا بحب اقطع البسبوسه قبل ما ادخلها الفرن، والتقطيع كبير صغير ده على حسب الرغبه بتاعتنا يعني. طب انا لو هحط مكسرات هحطها في الخطوه دي، ويفضل ان المكسرات بتاعتي لو بندق فستق سوداني اي نوع مكسرات ان انا انقعه شويه في الميه عشان خاطر ما يتحرقش مني في الفرن. هدخلها الفرن في الرف الوسطاني وهسيبها على درجة حرارة 180. حتى لو غابت معايا في الفرن شوية ما تقلقوش ابدا، عشان تستوي سوا صح من جوه. اول ما الجوانب بتاعتي تصفر هبتدي اشغل الشوايه. هعمل بقى الشربات، عبارة عن كوباية ونص من السكر عليهم كوباية ونص من المية. مش هحط ليمون خالص عشان الليمون بيغير طعم البسبوسة. وهي هحطها على البوتاجاز اول ما تبتدي تغلي معايا، يعني ايه، هحسب لها 5 دقايق كده غليان. بعد الغليان بقى احط لها كيس فانيليا زي كده ومعلقة سمنة. يفضل السمنة تبقى سمنة بلدي. ده شكلها يا جماعة بعد ما طلعت معايا من الفرن. اول ما هتطلع هسقيها زي ما انتم شايفين كده. الشربات بتاعي دافي مش سخن. بصوا ازاي بتتشربوا، بصوا. طبعا البسبوسه لما بتتشرب ده دليل على نجاح السوى، وفي نفس الوقت السمولينه بتاعتي كويسه. اول ما شربتها هغطيها على طول باي غطا عندي عشان تفضل طريه معايا. وبس كده. ده شكلها معانا بعد ما طلعت من الفرن يا جماعه. بصوا الجمال ده، حاجه كده بجد من الاخر. الجوانب بتاعتها دي مش ناشفه خالص، دي طريه جدا معايا. انا حطيت هنا على نصها بس جوز هند، لان في عندي ولادي بيحبوه وفي انا ما بحبوش، فحطيت على النص بس زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى لما باجي اطلعها معاكم، بصوا قوامها وشكلها ولونها وتسويتها من جوه، حاجه كده بجد جميله. بصوا ما شاء الله.
بصوا التسوية عشان استوت براحتها في الفرن، ما استعجلتش عليها. انا لو عليت البوتاجاز بتاعي من تحت ومن فوق هتاخد لون، ومن جوه هتبقى بيضة. لكن بصوا دي وانا سايباها في درجة حرارة الفرن من تحت، استوت وابتدى كمان السوا يطلع على وشها قبل ما اشغل الشواية. فما خدتش معايا تقريبا من 5 دقايق ل7 دقايق تقريبا على ما الوش اتحمر معايا. بس بصوا السوا من جوه والله حاجة كده بجد جميلة. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتقوموا تجربوها وتقولوا لي على النتيجة طلعت معاكم ازاي بعد ما جربتوها، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو بقى عجبكم ما تنسوش اللايك والشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.